السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بفيديو الزلابية. هعمل معاكم طريقة زلابية رهيبة جميلة جدا سهلة قوي. يعني عايزة اقول لكم دي اكتر تحلية مش مكلفة وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت وبتطلع معاكي جميلة. طيب في كده كام تركاية علشان الزلابية بتاعتك تبقى لونها ذهبي وفي نفس الوقت تكون مقرمشة. يعني في ناس بتفضلها تكون مقرمشة، في ناس بتفضلها تكون طرية. هنتكلم في كل التفاصيل دي ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. يعني هنشوف بقى اللي بيحبها بالسكر، اللي بيحبها بالشوكولاتة، اللي بيحبها بالعسل. هي بجد يعني على حسب الذوق. انا عن نفسي بحبها بالسكر جدا، ولادي طبعا بيحبوها بالشوكولاتة يعني العشق. فان شاء الله هنتكلم في تفاصيل بسيطة جدا، ويعني بجد مش هتاخد معاكي وقت غير وقت التخمير بتاعها. وكمان هنتكلم في تفاصيل ازاي تبقى معاكي مكوره كده مدوره. على فكره كلنا اول ما بدانا نعمل الزلابيه عموما كانت ليها اشكال عجيبه يعني. وان شاء الله هنتكلم في الفيديو عن كل التفاصيل. اول حاجه هنا معايا كوبايتين من الدقيق. كوبايتين دول هيعملوا حبه محترمين جدا على فكره من الزلابيه. كوبايتين دول حطيت معلقه كبيره كده من الخميره الفوريه، وعليها معلقه كبيره من السكر، وعليها معلقه من لبن البودره، وده ممكن نستغنى عنه تماما بس هو بيدي لون حلو قوي في التحمير. وكمان هدي معلقه كبيره من النشا. طيب هي دي كل المكونات الجافة معايا، واخر حاجة هديها رشة ملح. وده طبعا ايه اساسي مع اي يعني مخبوزات حلويات. يعني بنديها سنة كده من الملح. نقلب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض كده، وهنقلها كده في بولة اكبر علشان دي اللي انا هخمر فيها. هنا بقى هضيف لها حوالي كوبايتين الا ربع من المية، وهقلب كويس قوي. كلنا اول ما بدأنا نعمل الزلابية دي كانت بتبقى معانا اشكال فضائية. يعني عايزة اقول لكم اللي كانت تطلع مستطيلة مدورة، فده طبيعي جدا. طبيعي جدا ان اي حد يبدأ يعمل حاجة في الاول مش بتبقى حلوة. مع الاستمرار ويعني نحاول مرة واتنين فالحاجة طبعا بتظبط معانا. هنا ضفت لها معلقتين كوبايتين الا ربع كده من الميه، وهديها شويه كده من الفانيليا، وهقلبها بقى افضل اقلب فيها لحد ما يكون معايا العجين يعني شبه بيمط كده شويه، علشان تكون التخمير بتاعها نسبته تعلى. كل ما بضرب في الدقيق او الخليط بتاعي كل ما بتديني عرق، والعرق ده طبعا بيبقى حلو جدا في طريقه الزلابيه. انا هنا نقطتين الفانيليا دي تديها ريحة حلوة قوي. لما بتبدأي بقى على النار بتقلب بجد ريحة الدنيا عندك. حابة بقى تقلبي بمعلقة، قلبي كده بالمضرب اليدوي عادي لحد ما تكون معاكي الخليط او السمك بتاع العجين بتاعك زي كده. لا هي خفيفة خالص ولا هي سميكة، يعني بين البنين كده. طبعا انا خلاص خلصت ضرب فيها وهسيبها تخمر. حطيها كده في مكان دافي لحد ما تخمر وتضاعف حجمها، علشان المرحلة الجاية هقولك طريقة تشكيل الكيس، ولا هنشتغل بالطريقة التقليدية اللي هي بالمعلقة ايا كان بقى، معلقة معيارية او معلقة عادية جدا. هنا بقى عايزه اقول لك هنا خلاص الكميه خلاص اتخمرت زي ما انتم شايفين كده، بدات تعمل كده فقاعات فوق الوش، فده معناها ان الخميره بتاعتي اشتغلت. طيب اول حاجه انا عندي هنا كيس حلواني، ولو ما عندكيش اي كيس تخزين تلاجة ممكن نشوف الدنيا. انا قلت اجربها معاكم الحقيقه، لاني انا في الطبيعي ما بعملهاش في اكياس، بعملها على طول بالطريقه العاديه، وده اللي انا حبيت اوريهولكم في الفيديو اي طريقه ناجحه. فان شاء الله هوريكم. انا هنا بس عايزه اوريكم بعد التخمير شكل العجين بتاعي عامل ازاي. نجاح الزلابيه في سمك العجين يا جماعه، لازم يكون مظبوط جدا، ولا هو خفيف ولا هو يعني تقيل قوي. فانا حبيت اوريكم المرحله دي علشان تعرفي هي نتيجه الزلابيه اذا كان بتنجح معاكي من العجين. شايفين المنظر؟ هو ده شكل العجين الصح بتاع الزلابية، بيبقى منازل كده مطاطي شوية. فأنا قلت أجربها معاكم بالكيس. جبت الطاسة بتاعتي، وأنا من الناس اللي بتحب جدا التحمير في الطاسات الألمونيوم. أنا بفضل كده لأني بحس إن هي بتديني نتيجة أفضل كتير من التيفال أو أي طاسة تانية. فأنا بصراحة بحب التحمير في الطاسات الألمونيوم. يلا نحط الزيت بتاعي بكمية كده على قد طبعا اللي أنا محتاجاها، وانتوا عارفين زلابية يعني زيت غزير. هنا بدأت بقى أقطع بالكيس زي ما انتوا شايفين، وبالمقص أقص كده العجين معايا. والحقيقة ما عجبتنيش، يعني أنا هنا الطريقة دي
انا ما فضلتهاش، وانا ما عجبتنيش لانها ما حسيتهاش ان هي بتنزل الشكل اللي انا حباه او الشكل اللي انا واخده عليه. دي حسيت ان انا يعني فكرتني باول مره عملت زلابيا، كانت بتنزل اللي ليها بوز واللي ليها منقار والاشكال الجميله اللي انتوا شايفينها دي. انا ما حبيتش الكيس، يعني انا شفت حد كتير قوي بيستعمل كيس، وحد كمان قال لي لا اسهل من اللي انتي بتعمليه، فانا بصراحه حبيت اجرب، فلقيته ان هو ما جاش معايا خالص وما حسيتش ان هو سهل. فبصراحة حبيت اوريكم المنظر. بصوا شكل هنا الزلابية بتاعتي مش منتظمة، يعني شكلها كده ما عجبنيش. فهنرجع بقى للطريقة العادية جدا او الطريقة اللي احنا واخدين عليها بصراحة يعني. فانا حبيت هنا هي ناجحة، العجينة ناجحة، وهي طبعا طعمها حلو، ما فيهوش اختلاف طبعا في الطعم. هنا طبعا مع التقليب عايزه اقول لكم لو عايزينها مقرمشه كده بطلعها في الوضع اللي هي فيه اللي زي ما انتم شايفين كده، وبخرجها خالص اخليها يعني تاخد كده زي صدمه بره في الهواء، وبعدين ارجع احمرها تاني. انا لو عايزاها مقرمشه ناشفه المرحله دي حلوه قوي عليها. تمام. انا بحبها مقرمشه، بس مش بعملها مرتين الحقيقه، مش بقليها مرتين، يعني بخليها على النار لحد ما تكون مقرمشه كده مع نفسها. لكن في الطبيعي اللي بتاكليها من بره بيشيلها اول مره بتبقى بالشكل ده ويخرجها، وبعدين يرجع يردها تاني للزيت علشان تكون معاكي مقرمشه بشكل كلي يعني. تمام كده. لايك حلو بقى لو وصلتي معايا لحد هنا. خلاص كده ده الطريقه اللي بالكيس. يعني انا في الحقيقه مش عارفه، حسيت ان هي مش عجباني قوي يعني حسيت بجد ان هي مش عجباني قوي. هنا بقى رديتها كمان للزيت بعد شويه لحد ما اخدت معايا اللون ده، ودي كانت مقرمشه جدا. يعني ان الناس اللي بتحب الزلابيه فيها قرمشه جامده. فدي كانت الطريقه. هنروح بقى على الطريقه اللي انا حباها او اللي انا دايما بعملها بيها. اول حاجه معايا هنا معلقه معياريه او ممكن معلقه عادي بتاعه الشاي الصغيره، معلقه اللي هي بتقلبي بيها السكر بتاع الشاي. تمام كده. انا خدت هنا المعلقه دي وبدات انزلها في ميه في الكوبايه جنبي واقطع بيها، بتكون معايا سهله وانا بجد حبيتها اكتر، وفي نفس الوقت يعني ما اخدتش معايا وقت طويل، في نفس الوقت حجم كمان الزلابيه بقت زي ما انتم شايفين كده. ودي الطريقه اللي انا بجد يعني حسيت ان هي اسهل كتير، طبعا على حسب ما انت حابه. طبعا هنا بقلب على طول بطريقه بسريع، يعني بطريقه كده سريعه، وبسيبها لحد ما تتحمر ويكون شكلها ذهبي زي ما انتم شايفين كده. دي انا بحبها، يعني مش بحمرها دفعتين او مش بردها تاني للزيت. انا عن نفسي بحب الزلابيه طريه، يعني حتى ولادي بيحبوها طريه، في منهم بيحبوها كده وفي كده، بس الاغلبيه عندي بيحبوها طريه. طبعا اول ما بتبدأي كده تنزليها في الزيت بتفضلي بقى تقليب مستمر كده علشان ما يلزقوش في بعض، وفي نفس الوقت تديكي ايه يعني اللون كله يبقى موحد. ومعلقه اللبن البودره برضك بتدي لون ذهبي حلو كده في التحمير. فانا قلت طبعا لو موجود تمام، مش موجود عادي جدا ممكن نستبعده. بصوا شكله بقى هنا الزلابيه كانت بجد جميله، شكلها عجبني اكتر من اللي في الكيس، وكمان انا حسيت ان انا اسرع بالمعلقه اكتر من الكيس. ان شاء الله الطريقه تعجبكم كده وتجربوها. وكوبايتين دقيق ممكن يعني ياكلوا اكتر من 7-8 افراد كمان، لان هي بجد عملت لي سيرفيس كبير، غير طبعا غير ان انا بقلي والولاد اطلع للولاد ياكلوا. فبجد هو حلو قوي، كوبايتين معياريين كده مليانين. بصوا الجمال، لونها حلو قوي. وعايزه اقول لكم بقى صوت القرمشه رهيب رهيب. عايزه بقى تعمليها بالسكر، عايزه تعمليها بالعسل زي ما تحبي. بصوا جميله جدا، يا رب تعجبكم، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم.